بكيل مهدي 30 سنة، سعيداني موسى 37، علي مصطفى 29 سنة، والصحراوي عبد الرحمن 30. ألهم أهله الصبر والسلوان. فريق شبيبة القبائل يدخل هذه المباراة برحماني شمس الدين. عميدي ينجح في المراوغة إلى الركنية. الكرة تلعب بسرعة، توزيع القائمة الثانية والهدف الأول، والهدف الأول عن طريق بركان رضوان. شوف هذه التوزيع القائمة الثانية، بركان طبعا بعد نقدر نقول خطأ في المراقبة والمتابعة الجيدة من بركان، يفتتح باب التسجيل لصالح شبيبة القبائل في هذه الدقيقة السابعة. إذن هدف مقابل 0 بعد تمريرة من كسيلة بوعالية. إذن بركان يفتتح باب التسجيل شبيبة القبائل. ورفقة قتال أسامة اللي عنده الكرة، توزيعة لكنها سهلة في الكرة أو تغيير جهة اللاعب. والآن طاهر فتح الله هي كبيرة، وأيضا من حميدي بيزيد، ثم تسديدة بعيدة. حليمية دايما ينتظر يمرر، ثابتي تسديدة. شوف محاولة التسديد من ثابتي العربي لمخادعة الحارس رحماني شمس. ثابتي العربي يمرر لكن سوياد، إعادة للهدف الوحيد المسجل حتى الآن. طاهر فتح الله توزيعة لكن متابعة جيدة. طبعا 4 دقائق وقت بديل ستضاف. زكريا نعيجي فوق العارضة الأفقية. شوف اللقطة المعادة بعيدة فوق إطار المرمى بين مواقي والتوزيع لكنها خارج بواسطة بركان. شوف هذه المحاولة، تبقى الخطورة قائمة. حسن خوجة إلى حميدي، بصعوبة دفاع الشبيبة يبعد. حسن خوجة ينجح في المراوغة، يتوغل داخل منطقة العمليات والمتابعة. لاعب ثابتي العربي، شوف توصل الكرة، ينجح في المراوغة بطريقة جسمانية، يمرر لكن رحمن يتدخل في الوقت المناسب ويقطع مسار الكرة بهذه الكيفية. تخرج الكرة تبقى داخل أو دخل، وكان الثاني، كاد يكون الهدف الثاني. ضاعت على زكريا نعيجي. غير هذه الكرة ومباشرة إلى رحماني شمس الدين. تعود مرة ثانية ماتوتي وحيدا على الجهة اليمنى بالنسبة لهجوم شبيبة القبائل، يبحث عن وضعية مناسبة. أفضلية كانت، شوف ماتوتي مد أو سلم كرة وضع كرة في المستوى والمراوغة أيضا، لكن المتابعة كانت دقيقة من جانب الحارس أو هو من يتولى تنفيذ هذه الكرة. أرضية إلى الركنية يقول الحكم. مرزوقي، نعيجي مع 1 لواحد. نعيجي يبحث عن حال والتسديدة القوية، قوة لكن كورتو. شوف المراوغة الأولى ثم الثانية، وحتى الوضعية كانت تقدر نقول مناسبة للتسجيل، لكنها كانت فقط مناسبة للتسديد ما دام أن الكرة جانبت القائم الأيمن للحارس رحماني شمس الدين. ماتوتي في وضعية التسلل يقول الحكم. هي التسلل واضحة في هذه اللقطة رغم في التغطية، لكن الحكم وما فيش خطأ. تمريرة ماتوتي وضيع الثاني. شوف التمريرة، ماتوتي في وضعية مناسبة، هاي وصلت الكرة وما انتظر كثيرا وحتى تسديدته لم تكن في الإطار، وبالتالي التدخل كان موفق أيضا من الحارس للتيم. ما تمكنش من هذه الكرة
جزاء، ركلة جزاء امام احتجاجات لاعبي شبيبة القبائل. اللاعب شوف اللقطة، تمرير الكرة، هو غول داخل منطقة العمليات. هنا ربما صعب الحكم على هذه اللقطة. شوف من زاوية أخرى، هنا ربما في هذا الاحتكاك ربما ضربة جزاء من خلال هذا التدخل أو اللقطة بالقدم اليمنى لمدافع الشبيبة على اللاعب بوشريط. إذن مباراة زائد بطاقة حمراء على عمريش. دائما في انتظار تنفيذ ضربة الجزاء، بينما البطاقة الحمراء لقطة من هذه الزاوية تبدو واضحة. اللاعب بوشريط مهدي، العرقلة بالقدم اليمنى على القدم اليسرى لبوشريط مهدي. تنفيذ هذه الكرة، مرزوقي يتقدم، يسدد، يسجل، يعدل. إذا مرزوقي يعدل النتيجة. مرزوقي كورته في جهة وفي وسط المرمى طبعا، ورحماني في الجهة المقابلة. إذا مرزوقي ينجح في معادلة النتيجة في هذه الدقيقة 84 من المرحلة الثانية. 8 دقائق وقت بديل. فعلا ما فيش خطأ على بوشت. تلعب هذه الكرة، ليتيم يخرج بسرعة. أسامة ليتيم، شوف خروج نقدر نقول نسبيا غير موفق، لحسن حظه أنه كانت فيها المتابعة من جانب دحامني خالد، وإلا الأمور آلت إلى ما لا يريده.